قرارات نافذة. لا يوجد أحد في العالم يمكن أن يسمي هذا النظام سوى التخاذل الذي يريدون أن يصيبوا بها هذا الشعب السوري. السيارات التي نراها الآن مدمرة هذه سيارات أمنية، هذه السيارات التي يركب عليها يوميا الرشاشات المضادة للطيران، وتذهب لقمع المظاهرات، وتذهب لقصف المنازل، وتذهب لضرب من الحواجز. هذه السيارات التي نراها مفجرة هي ليست سيارات مدنية ولا سيارات مراقبين، حتى أنه هم قالوا أنهم استهدفوا المراقبين. كيف يتم استهداف المراقبين بتفجير وصهريج وقود بعيد عنهم، أم يتم استهدافهم في حال كانوا؟ كيف تتوقع أن تكون تداعيات وقوع انفجار قرب مقر المراقبين؟ هل تتوقع رد فعل من جانبهم؟ يعني صراحة نحن في الآونة الأخيرة عندما بدأ النظام يقصف في كافة المناطق، يقصف لأجل القصف، لأجل القتل، لأجل الدمار، لأجل الانتقام، فنحن نتوقع أنه يمكن أن يقوم بعمل مثل هذا العمل لأجل أن يخلط الأوراق في هذه المرحلة الحساسة، وخصوصا أن هناك بعض من الأمم إلى الآن ما زالت أو هناك موقف روسي، هناك موقف صيني، هناك موقف إيراني مساند لهذا النظام، ما زالوا يقولون أنه يوجد في سوريا يوجد نظام ويوجد حكم ويوجد حكومة. هو يقول أن رئيس الحكومة الذي انشق عنه لا يدري، لا أعرف إذا كان رئيس الحكومة أي رئيس السلطة التنفيذية الذي هو رئيس مجلس الوزراء ويقع تحت صلاحياته وزير الدفاع ووزير الداخلية وهم المسؤولين عن أمن البلد. لا أدري إذا كان رئيس الحكومة لا يعرف شيء عن الوضع الأمني في سوريا، وإنما هو مجرد عامل في حديقة. يعني هو يقول إن عمله كان خدمي في المقام الأول. يعني لا أدري كيف يصنف عضو مجلس شعب يقول أنه عضو مجلس شعب في دولة، كيف يقول عن رئيس الحكومة أنه عامل في مجال خدمي. لا، كان هو يعني يعمل فقط في قص الأعشاب في أحد الحدائق، لا يوجد له أي أساسا. لو قلت له أن هذا قال لك هذا يعني لم يكن يوجد في سوريا، وكانوا هن مثل ما تعرفوا يعني أقلوه من يومين ومنتهية القصة. يعني هذا العقل الذي للأسف نأسف أن يكون هناك من أخوتنا السوريين من إلى الآن يتحدث بهذا النهج، عندما يقول الدول الخليجية الآن تسكن في حي القدم والعسلي الذي لم يتوقف عنه القصف البارحة طول الليل. الدول الخليجية مشكلتكم معها بأن تقصفوا حي الميدان الذي عرف من أعرق أحياء دمشق يا رجل، حي الميدان الذي كل العالم ينظر إلى دمشق وعراقتها عن طريق عادات أهلها وعن طريق منازلها الشامية التي عرفت أقدم عاصمة في التاريخ. تقصفوها بالطيران، تقصفوها بالمدفعية، تقصفوها بالهاون. يعني عندما يقوم نظام بقصف منطقة ما بمدفعية الهاون التي يعرف عنها أنها لا تصيب بدقة، أنها تضرب بشكل عشوائي، عندما يقوم من جبال الفرقة الرابعة من معظمية الشام يقصف القدم، وعندما يقصف الميدان من قاسيون، هذا النظام يستهدف عصابات مسلحة إجرامية. هو مشكلة مع قطر ومشكلة مع السعودية تارة ومشكلة مع تركيا. إلى الآن لا يوجد شعب دائر منذ 17 شهرا وهو يدفع أغلى فاتورة دم في الحياة، يدفعها من ضريبة أبنائه. إلى الآن هذا الشعب غير موجود، وإنما يوجد علينا مؤامرة خارجية. دخلت هذه المؤامرة إلى داخل يعني مراد أقاطعك فقط لأنوه بأن الصور التي تردنا هي لما تعرضه الإخبارية السورية. عرضنا بعض الصور لموقع الانفجار وتبين فيه كان من الواضح فيه أفراد فرق الإطفاء وصهريج المازوت الذي تقول وكالة الأنباء السورية بأنه انفجر في هذه المنطقة قرب ساحة الأمويين. ويعني شاهدنا كل ما يجري بداخل الموقع نقلا عن الإخبارية السورية. هل تبنت أي جهة وفقا لمعلوماتك مراد هذا الهجوم حتى الآن؟ قبل الحديث عن أن يمكن أن يتبنى الجهة، أود أن أوضح أمر في غاية الأهمية. الإخبارية السورية مصدر لا يؤخذ بمعلوماته، الإخبارية السورية مصدر لا يمكن الوثوق بمعلوماته. عندما تأتي قوات الأمن ممكن أن تأخذ